مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. نحكيو على الترجي التونسي كاس تونس بطبيعة. جدل حول الشعليلي توغاي وكذلك بن رمضان جاهزين، وهذه تطورات إصابتي الهوني وكذلك معز بن شريفية. أغلق الترجي التونسي صفحة مباراة اتحاد تطاوين والانتصار فيها بثلاثية نظيفة لينطلق مباشرة في الإعداد لنهائي كاس تونس اللي باش يجمعوا بالأولمبيا البيجي يوم الأحد المقبل. وسجلت مجموعة المدرب معين الشعباني مشاركة الثنائي محمد علي بن رمضان ومحمد أمين توغاي اللي تقريبا أعفي من خوض مواجهة تطاوين بالتشاور بين الإطار الطبي والفني. وفيما يتعلق بمتوسط الميدان الذي فيها ليفواري فوسيني كوليبالي، فإنه مشاركته في نهائي كأس تونس تبقى بين الشك واليقين، خصوصا أنه يعاني من إصابة عضلية قد تتمدد من ابتعاده على الميادين. من جهة سجل الدولي الليبي حمدو الهوني عودته إلى التمارين، لكنه لن يكون حاضر في لقاء الدور النهائي بسبب ضغط جاهزيته البدنية أو الضعف متاعها، على عكس الحارس معز بن شريفية اللي قاعد يسعى الإطار الطبي إلى تجهيزه حتى يكون في الموعد يوم الأحد القادم.